واش كتظن بلي باك كيضغط عليك؟ لا، بزاف ديال الناس ما عارفينش الحقيقه حتى كيكبروا، واخا باك ما تيقولهاش ليك، راه باغي تكون قوى منه واكثر منه كاع. النضج الحقيقي هو ملي كتعرف انه الاب ديالك هو الوحيد في هاد الدنيا كتبغيك تفوتو. علاش؟ حيت مشى في ديك الطريق، طاح، تعكل، وقف، هادشي كامل علاش؟ باش يفرش ليك انت تقدر غادي تمشي فيها بلا ما تحس بوالو. الاب ديالك عمره ما قالها لك مباشره، ولكن يقول لك في سكاتو، في ضحكتو، في القسوه ديالو اللي ما كديش انت كتحملها، تيقول لك في النصائح اللي انت كنتي كتعتبرها دروس، وحتى في ديك اللقطه اللي يكون جالس معاك وساكت راه حاضر معاك. الاب ديالك هو الوحيد اللي ما كيتمناش انه طيح نفس الاخطاء اللي طاح فيه هو، وكان كيشوف فيه ديك الفرصه ما قدش هو يغامر ياخذها، وكان كيكابح من راسو باش انت ما تطيحش نفس العذاب اللي داز فيه هو، وكان كيعطي من وقته ومن صحته ومن راحته باش انت يكون عندك اكثر. وكتكبر وكتولي تفهم، كتولي تطبق بحالو، بحال ضحكته، النصائح ديالو وحتى الصمت ديالو، ولكن ماشي بحالو، بحال غير واحد الولد ناضج وكيحترم الاصل ديالو. باك ما محتاج لا شكر لا تصفيق لا تقدير، الحاجه الوحيده اللي بغا هو انه يشوفك ناجح ويشوفك واقف على رجليك وكتعيش الحياه اللي كان كيحلم بها ليك، حيت في النهايه النجاح هو نجاحه وفرحتك هي فرحته. الى عجبك هذا النوع ديال الفيديوهات دير لك لايك وبارطاجي الفيديو مع اي شخص باش يفهم باك، وما تنساش دير المتابعه واشتراك، حيت هنا كاين الرسائل اللي كتقوي العقل والقلب. معكم عبد اللطيف، السلام عليكم.